المغرب، النهار اللي جيت في سنة 1998 كان عندي مشكل ديال الجنسية. ما خدمتش وكنت بطالة لمدة 7 سنين. من بعد 7 سنين، يعني في سنة 2005 خديت الجنسية المغربية. هذا أول حاجة أعطاهني المغرب، وأعطاهني جلالة الملك محمد السادس الله ينصره. شخصيا أنا نحب هذا الشخص لأنه شخص مسالم طيب، يبغي يعاون الناس. والدليل أن منذ زيارته للمنطقة الشرقية أعطى واحد الالتفاتة ملكية عظيمة في المشاريع، التفاتة المرأة. أنا أشكر جلالة الملك على منحي الجنسية المغربية. خديت الجنسية المغربية في 2005 بعد واحد الحدث كان وقع لي. ما كنتش عارفة أن الجنسية عندي. مشيت لمصلحة الأجانب. هادو من بين الذكريات اللي سيئة، اللي ما كتعجبنيش. أنا شخصيا ما كتعجبنيش. مشيت لمصلحة الأجانب باش ناخد حسن السيرة. في هذيك الوقيته ما كنتش نعرف ما عرفتهاش، ماشي ما عرفتهاش باللغة العربية كيفاش تقال. من دخلت المصلحة تم الإداري قال لي شنو بغيتي؟ قلت له بغيت كازي جوديسيير. قال لي ما كاينش وما نعطيكش حتى تعلميه تقوليها بالعربية. وانا في هذيك الوقيته فريمون ما كنتش نعرفها بالترجمه ديالها بالعربيه. خرجت مشيت اتصلت بوزاره العدل بواحد السيده الله يذكرها على خير الا كانت حيه والله يرحمها الا كانت ميته، واحد السيده سميتها الخامسه. قالت لي راه خرجت لك الجنسيه، راه خديتي الجنسيه المغربيه. هذا اول الاشياء الجميله اللي صارت لي في حياتي في المغرب. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، ومن بعد الله سبحانه وتعالى كرم من جلالة الملك محمد السادس. إذن هذا هو سر حبي للملك. وكنت كتبت واحد القصة سميتها أنا والملك. يعني هو منحني الجنسية المغربية، والجنسية بفضل هذا الجنسية اللي خديتها فتحت المكتب ديالي، مارست المهنة ديالي، مارست الشغف ديالي أنني مهندسة معمارية. كنت نحلم دائما أن الحوايج اللي كنصممهم يخرجوا للواقع، والحمد لله. شحال ما قلت ما غاديش نعبر عن الامتنان ديالي لجلالة الملك شخصيا، أنه أعطاني هذا الفرصة أنني نمارس المهنة ديالي كمهندسة معمارية. المغرب أكيد مغرب من البلدان المتطورة، لا من حيث المعمار أنا نشوفه، ومن حيث المرافق. مثلا أنا كيعجبوني المدن اللي فيهم لي زيسباس فيغ، المناطق الخضراء. كتعجبني خاصة من ناحية الهندسة المعمارية. كتعجبني الاركيتكتور اللي كاينه هنايا في المغرب، تعكس صورة الهندسة المعمارية بصفة عامة وكفاءة المهندسين المعمارية بصفة خاصة. أنا شغوفة بالسفر، أنا نحب السفر بزاف. أنا ديما كنقول السفر يغير نظرتك للانتماء. يعني كتكتشف حوايج اللي يمكن يكونوا غايبين عليك. وأنا ديما كيقولوا لي مثلا لا أنت لأن عندك الإمكانية اللي يبغي يسافر ماشي ضروري يكون عنده بزاف الفلوس ولا قليلة. تشدغي مثلا غير البيس كتمشي غير هنا لبني الدرار وكتستمتع وكتجي. أنا كنقول بما أن الحياة هي اللحظة، هي نستمتعوا باللحظة ديالنا ومن بعد يكون حاجة أخرى. السعادة هي أنك تستمتع بما تملك. أنا بما أنني مهندسة معمارية فحياتي الموازية الأخرى هي أنني كاتبة وشاعرة. صدر لي كتاب حكاية لقشمي اللي هو عبارة عن مجموعة قصصية، كل قصة تمثل نفسها، ماشي تتبع. يعني هي مجموعة قصصية. كرمت
من طرف جمعية رباط الأنوار اللي رئيس ديالها السيد رشيد الياقوتي، وهذا درع نشكره. وهذا الكتاب ديالي لماذا حكاية لاكشمي. لاكشمي هي إلهة هندوسية، إلهة الحب والتفاؤل. لقبني أصدقائي الأدباء بهذا اللقب لأنني إنسانة متفائلة ومحبة أنا متفائلة ومحبة للخير للناس، لا أسيء الظن بأحد إلا أن يثبت العكس. وأنا كنقول بلي دائما الأصدقاء ديالي لا تأخذوا حزني على محمل الجد. أنا نحزن ربع ساعة 10 دقائق ونرجع نقول لماذا أحزن، ولي رب كبير اسمه المقتدر العزيز الجبار. إذن الحياة ما تستاهلش منا زعما نزعفوا ولا يبقى خاطرنا على شي حاجة، ولا لأن كل شيء غادي يدوز. وانت الا بغيت تعيش مزيان غادي تعيش، الا بغيت تعيش على الاطلال راك تعيش، الا بغيت تعيش حزين راك تعيش. بغيت تختار انك تكون سعيد وراضي، من اهم اسباب السعاده هي الرضا. وانا هذا هو انني اكتب عن الحب، عن الحياه، عن الصداقه، عن الخيانه، عن العلاقات، خاصه العلاقات لا علاقه طول على إلى الأبد، لا علاقة أبدية إلا علاقتك مع الله. كل علاقة وعندها بداية ونهاية، إلا من كانت مبنية على صدق الشعور. أما حاجة أخرى ما نظنش أنها تكون. مثلا أنا بعض الأصدقاء يقولوا لي الله يديم المحبة ولا الصداقة ولا، أنا نقول لا تهتم بدوام الأشياء، لأن دوام الأشياء يتولى الله سبحانه وتعالى. كي تكون عندك النية وفي قلبك خير، ربي غادي يديم ديك العلاقة. ما كانش فيها الخير عمرك ما غادي تكون مزيان في حياتك مع الآخرين. الصراحة آخر مرة زرت الجزائر في شهر نوفمبر، هذا نوفمبر اللي داز. كنت ما مشيتش مدة 5 سنين، ما مشيتش للجزائر. كانت الحقيقة في 2017 كانت وفاة الوالدة ديالي والحدود مغلوقة، ما قدرش نمشي. حتى هذه من أسوأ الذكريات. لقيتها دفنوها، ما لقيتش تذكرة باش نمشي. كي مشيت للجزائر لقيتهم صافي دفنوها. من بعد بحال لي ما عرفتش كيفاش نسمي ديك الحالة. مريت بواحد الحالة أنني صافي كرهت، ما كاينش كي ندير نمشي، ما كاينش. ما مشيتش من 2017 حتى 2022 نوفمبر 2022 مشيت للجزائر. شفت الأهل ديالي، شفت الأخوة ديالي. والله يا كمال واش نقول لك، مشيت على طريق باريس. باريس لا علاقة لا بالمغرب ولا الجزائر، ولكن من وصلت المطار ديال أورلي وشت في ليكرونت افيشات الجيرز جاني البكاء. ما عرفتش علاش، ولكن يمكن انني من هذه شحال ما مشيتش للجزائر، يمكن انني مشيت يمكن الحنين، يمكن الاشتياق، يمكن. ولكن انك تمشي لبلادك بعد غياب 5 سنين ماشي سهل انها هاجي. كنتمنى ان شاء الله يمكن تنحل الحدود في يوم ما قريبا ان شاء الله. يمكن ترجع العلاقات الدبلوماسية كما كانت. ولكن كاين بزاف بحالي اللي في الجزائر تا هما مغاربه باغيين يجيو الآل ديالهم وكيبكيو كما كنبكي انا. يمكن مساكين ما عندهمش الفرصه انهم باقل تكلفه يمشي على باريس، من باريس يجي للمغرب، يضطر انه يمشي على تونس، من تونس يمشي للجزائر، شويه مكلفه. مؤخرا الصديقه ديالي قالت لي باش مشات تكلفتها 700 اورو، بينما الا مشيت على باريس تمشي غير في هذوك لي فول شارتر بحال رايانير، بحال ترانزافيا، بحال هادو اللي كيمشيو يعني من المغرب باريس الجزائر. ما يكلفش بزاف. ان شاء الله الخلافات تزول كما يزول الصقيع ويذوب ان شاء الله.
والله هذا سؤال الصراحة جا في بلاصتو في مكانه، لأني أنا مؤخرا كجزائرية مغربية يبقى خاطري من بعض الناس اللي كي يستعملوا وسائل مواقع التواصل الاجتماعي في السب والشتم لواحد الشعوب اللي هي في غنى عن هذا الخلافات والفتنة. أنا ضد الفتنة، إن الفتنة أشد من القتل. مثلا أنا كنشوف فيسبوك واحد إنسان كيشد صورة ديال واحد جزائري مثلا ولا مغربي قال كلمة، وفي التعليق ينوضوا يسبوا شعب كامل، يا الشعب الجزائري يا الشعب المغربي. حشومة وعيب. علاش أنا نعمم على واحد الإنسان تافه كيجي سفيه ما يعرفش باللي هذا الشيء اللي راه كيديره راه سيحاسب عليه يوم القيامة، يحاسب عليه أنه قذف وسب واحد الإنسان اللي ما عارفاش كاع واش كاين هو ولا ما كاينش. أنا ضد فكرة أن الناس أنا شخصيا ما كيعجبنيش هذا الشيء. مؤخرا مثلا في كأس العالم أنا جزائريين كيسكنوا في الجزائر، عائلتي، تخيل أنت يا عائلتي كيصيفطوا لي ميساج ولا كيبيبليو في الفيسبوك ولا كيقولوا لي مبروك عليكم حجيبة، رغم أنني أنا أختهم جزائرية، ولكن هما كينسبوني وأنا فخر لي أنني جزائرية مغربية من تربح في الكرة. ولا مثلا واحد المرة على الحدود بين السعيدية وبورسي الناس كتشجع المغاربه وكتقول لهم انني فرحانه بكم. واحد المغني جزائري هدا واحد الاغنيه بمناسبه ان المغرب ربح في مباريات كاس العالم، ولكن انا كتبقى تحز في نفسي ان سوء تفاهم فردي، واحد مريض سفيه كيلونصيه في الفيسبوك، وهذوك المرضى اللي اكثر منه كينوضوا يعلقوا. وهذا الشيء انا كنقول على الجزائريين والمغاربه، ماشي على ان واحد فيهم، لان هذا الشيء والله الا حرام اننا احنا نوقعوا في واحد الخلاف اللي هو ما كاينش. لان على السياسه احنا ما نفهموا لها السياسه ماشي الاختصاص ديالنا. السياسه نحن لا نجيد السياسه، ولكن نحن شعبين لنا عادات واحده، تقاليد واحده، لغه واحده، دين واحد، هويه واحده، ونوضوا نتسابوا اون بلان بوبليك والناس والعالم كله يتفرج فينا. حشومه وعيب. أنا رسالتي كجزائرية مغربية كنعيش أنا في المغرب وعشت في الجزائر ونعيش في المغرب، أنا بركة من هاد الخلافات المصطنعة، من هاد لا شيء اللي كتجيبوه، لأنه ماشي صحيح. أنا مثلا عندي أصدقاء مغاربة كيمشيو للجزائر يقولوا لي عرفتي راه فرحوا بينا، راهم قالوا لنا، راهم عطاونا، راهم داروا لنا، كبروا بينا. وكذلك أصدقاء الجزائريين من يجوا المغرب يقولوا لي تعرفي غير دخلنا الحانوت قلنا لهم أنا جزائري، يقولوا أنت جزائري مرحبا بك وبلادك. إذا شكون هذا اللي راه يخلق هاد المشاكل؟ غير واحد الفئة قليلة حبهم السوء والنفاق. كاين شي ناس مبروغرامين على سوء الأخلاق، انهم يبغيو يبينوا شي حوايج اللي ما كاينينش، فريمون ما كاينينش. والله يهدينا، والله الله يهدينا ويهديهم كاملين. بالنسبه للقاده الحكام كل المغرب كل الجزائر، ان شاء الله يكون التفاهم قريبا وتعود المياه لمجاريها، لاننا شعب واحد. وهذا القائد سواء كان في المغرب ولا الجزائر، السلطات حتى هما بحالنا، حتى هما انسان عنده مشاعر، كيشوفوه الناس اللي باغيين يشوفوا العائلات ديالهم اللي عندهم مشاكل يبغوها تحل. دونك نتمنى ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعجل لما فيه الخير للبلدين.